خلاص بقى سلام. ولا يهمك يا ست هانم، انت اكيد ما كانش قصدك. انا ما اتاسفتلكش اصلا عشان تقولي ولا يهمك يا ست هانم. طب معلش يا ست هانم والنبي، هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ عارفاها الاسطوانه دي. والنبي يا ست هانم ممكن بس جنيه؟ طب والنبي اشتري مني كيس مناديل، اصل انا بجري على يتامى واخواتي الصغيرين، انا اللي بصرف على تعليمهم. ما تروح تشتغل لك شغلانه بدل ما انت زي الشحط كده طول بعرض وقاعد تشحت على الرصيفه. عندك حق يا ست هانم، الحمد لله على كل حال. كتك القرف. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. بقول لك ايه والنبي يا استاذ، هطلب منك طلب بالله عليك. بقول لك ايه، ولا طلب ولا اوردر، انا متاخر على الشغل ومش ناقصاك والله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. هو ايه اللي حصل للناس بس في الزمن ده؟ الناس ما بقاش في قلوبها رحمة ليه كده بس؟ يا رب. بقول لك ايه يا اخويا، هو انت محتاج مساعده؟ بالله عليك ربنا يوقف لك ولاد الحلال. انا كنت عايز طلب صغير قد كده. قول. والنبي تجيب لي الكرسي بتاعي اللي هناك ده. لا حول ولا قوه الا بالله. بس كده؟ انا عينيا الاتنين ليك، اديني اقل من دقيقه اجيب لك الكرسي واجي. حقك عليا لو هاخرك على مشوارك يا باشا. يا عم ده انت اللي حقك عليا والله العظيم. ثانيه واحده بس. ماشي يا باشا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم لك الحمد والشكر. تعالى يا اخويا. يا بنتي والله العظيم قلت لك رجعت من المشوار خلاص واهو جايالك. خلاص الشنطه معايا. تعالى على مهلك. ربنا يوقف لك ولاد الحلال ويسترها معاك يا رب يا باشا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. بقول لك ايه، امورنا يا باشا. انا عايزك تعتبرني اخوك الصغير وتاخد دول مني. لا طبعا يا باشا، انا ما باخدش فلوس غير وانا تعبان وشقيان فيها. لو عايز تديني الفلوس دي خد علبة المناديل اللي معايا دي. يا عم اعتبرني خدتها، وبعدين انا اخوك الصغير. لا يا باشا، انت حضرتك فهمتني غلط. انا مش شحات على باب الله، انا باكلها بالحلال. هستأذنك بس تناولني يا باشا باكل مناديل. طب هقول لك على حاجه، انا المناديل دي محتاجه عندي في المكتب، عشان انت عارف بقى لما بتعطل من غير مناديل ببقى متسوح يعني. وخد يا عم اهو حق المناديل بقى.